وتفور وتنجض ونزلوها تبرد وكذا، في التقسيم تجي تمرقني انا تقول لي انت ما نافع تجيب زول ثاني ما معروف اتجاهه ذاته جاي من وين، تبقيه هو المسؤول الاول والاخير عن امن السودان وتطوع له كل اقتصاد السودان وكل امكانات السودان وعرباته وكل سلاح السودان عشان يجي يصوت في البلد زي ما هو داير. انسان ما عنده انتماء وطني ذاته، انتماء وطني للسودان ما عنده معرفه حتى بالقبائل، ما عنده معرفه بمكونات دارفور ذاتها بطريقه كويسه، ما عنده تاريخ في السودان. نعم. يبقى هنا حقيقة ما بتفق معك، وعشان كده نحن حنظل مختلفين مع النظام في طريقته المشي فيه. نعم. الشيخ موسى هلال، ذكرت وسائل الإعلام وأيضا بعض المتحدثين في مجلس الصحوة بأنه هناك مخطط لتوطين قوات الدعم السريع في الحدود السعودية مع اليمن. الكلام ده طلبوه مننا زمان، مننا نحن ذاته طلبوه ونحن رفضناه، لكن خلاص دي الناس نحن بنوصفهم مرتزقة وما عندهم علاقة حتى بالرزيقات ولا تاريخ الرزيقات، وناس جابتهم ظروف طبيعية من بلد مجاورة وجابتهم ظروف معيشة مجاعات وجابتهم ظروف بتاعت حروب في الدولة اللي جو منها، وتاريخهم في السودان تاريخ حديث وما عندهم قيم، وديل ممكن يستعملوه في أي حاجة. بخشوا على المواطنين المساكين الأولاد الشباب الشفع ديل الطايشين ديل وطوعوا فيهم يعني بالمال بغيره ودوم جناسي يدوم غيره. ده شيء ثاني. ندانا عبر الإذاعة بتاعتكم يعني لأهلنا ولأولادنا وخاصة القبائل العربية مما فيهم العطاوة الحيمات البني هلبة الرزيقات ذاتهم مفصلين، ان بيقوا مهرية محاميد، ان بيقوا شطية، ان بيقوا عريقات. أي إنسان ترجم، أي إنسان في قوات او في ميليشيات الدعم السريع. نحن من الاجتماع الامبارح ده غررنا ووجهنا ناسنا انهم ينسحبوا من قوات من ميليشيات الدعم السريع ويرجعوا لمواقعهم الحقيقيه ولاهلهم ولسكناتهم ولاسرهم. وده شغل يعني نحن بنشوفه انه مهم جدا وفورا، يعني لا بد ندانا لاولادنا في ميليشيات الدعم السريع التخلي عنها باسرع ما يمكن والرجوع الى اهلهم، لانه الخطه لسه ماشيه دي دايره تولد فتنه في داخلنا نحن وتشوف بطون الرزيقات وغير الرزيقات، وبطون الرزيقات دي لو تشقت وبقت الفتنه ما حتموت ثاني وحتصل حتات يعني ما بتجيب بس في الرزيقات، يعني حطيل كل الاقليم. وبالتالي نحن في تقديرنا انه الناس دي اصلا ما دايرين لاقليم دارفور ده استقرار امني ولا استقرار للمواطن في دارفور يكون منشغل في حاله وفي الحروب دي والى ما لا نهايه. بابسط ما يكون ممكن مشاكل الاقليم تتحل والمشاكل السياسيه الرافعين السلاح ناس الحركات مشاكلهم تتحل، ما يجزئوهم كده زي السلطه كل يوم يجيبوا فلان يجيبوه من غنمه، فلان يجيبوه من وين، ده رئيس الحركه الفلانيه ينشق كده اعملوا لي معالجات. هذا التفكك يا اخي نحن من قبال سنتين ثلاثه بنتكلم في نداءاتنا وفي خطاباتنا انه هذا التفكك للمجتمع السوداني وتفكك الاحزاب السودانيه وغيره ده كله يعني ما من مصلحه الوطن وما من مصلحه الشعب السوداني. وبالتالي نحن شاعرين انه برنامج الحكومه وبرنامج الدوله ماشي في تفكيك هذا المجتمع السوداني ومش عارفين دايرين يصلوا بالمجتمع ده لوين. نحن باختصار شديد لسؤالك ولكلامك ده كله نحن دعاء للسلام ودعاء لتوحيد الشعب السوداني وعدم تفككه بالتجزئة الفتن. والحروب دي ما عندها نتيجة غير الضرر، ما في نتيجة، يعني النتيجة ضرر، ما في حاجة إيجابية بتجي من الحرب أو من السلاح. الناس دي تسوق حاجات في ظاهرة للناس أنه يكشفوها زي الصالحة لكن في باطنها مختلفة. وده الشيء ماشي في البلد.